اليوم غنقول الله يعز الحكام اخنوش اللي ما تسوقش العرام ديال المغاربه اللي ماتوا في سبته ومشى يتسارى مع عائلته بسبب وقعت حاله غضب كبيره في البلاد. رجعوا البارح للمغرب رغم انه دوز غير يومين في العطله، واليوم قالت وسائل الاعلام ان سبب هذه العوده هو الملك محمد السادس اللي عطى امر صريح بالعوده للمغرب. هذا الشيء بعد الغضب الكبير اللي تسبب فيه سفره باش يتمتع في الوقت اللي كيموتوا المغاربه في سبته. عندنا رئيس حكومه تا كيتحك عاد كيطلق الريحه كي الكامون. عاد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إلى الرباط بشكل مفاجئ بعد أقل من يومين فقط من انطلاق عطلته الصيفية في جزر البليار الإسبانية. عودته جاءت وسط جدل واسع تزامنت مع موجة عبور جماعي غير مسبوقة نحو مدينة سبتة المحتلة. وبحسب موقع إسباني فإن رئيس الحكومة غادر بطائرة خاصة نحو جزيرة مايوركا رفقة عائلته قبل أن تأتيه تعليمات بالعودة السريعة إلى المملكة، في وقت أثارت فيه أخباره غضباً جازيتاً داخل الرأي العام المغربي. المصدر نفسه أشار إلى أن نجل رئيس الحكومة وهو منسق موسيقي كان يحيي سهرة في إيبيزا في نفس الليلة التي شهدت أحداث العبور الجماعي. في المقابل أوضحت وزارة الداخلية المغربية أن ما وقع يعود إلى حملات تضليل رقمي وشبكات تهريب، مؤكدة تسجيل عدد من الوفيات. بينما ذهبت تقديرات أجهزة استخبارات إسبانية بحسب صحيفة إسبانية إلى أن السلطات المغربية لم تخطط للأزمة، لكنها لم تتدخل لوقف تدفق المهاجرين في وقتها. الأزمة خلفت عشرات الضحايا غرقاً أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة سباحة، وأعادت ملف الهجرة إلى واجهة النقاش السياسي بين الرباط ومدريد وسط ردود فعل واسعة داخل الاتحاد الأوروبي.